المميزة هو ملعب كرة قدم، ملعب الحسن مولاي الذي سيستضيف مباريات المنتخب الوطني الجزائري. لكن هذا الملعب للأسف شديد لا زال طور الإنجاز، هناك أشغال كبيرة على مستوى هذا الملعب، وهناك تصريح لأحد الأشقاء المغاربة حول جاهزية هذا الملعب. يتساءل الرجل حول ما إذا كان الملعب سيجهز لاستقبال المنتخب الوطني الجزائري. نستمع لهذا التصريح ثم نعود للتحليل والنقاش. شوف معايا هذا دابا هادشي اللي كتشوفوا من ورايا الخوت، هذا هو ملعب مولاي الحسن. دابا هذا الملعب هذا شكون غيلعب فيه؟ غيلعب فيه المنتخب الجزائري الشقيق. انا بكل صراحه راه بحالي بحالكم كنتسائل كيفاش غيكون هذا الملعب، حيت الى حدود الساعه شوفوا كي داير، ما كاين والو. حنا اليوم 29 جونفي بالمناسبه، حنا كنعرفوا الجزائر ناخذوها كمثال باش تبني ملعب بقات 16 عام، ملعب اخر جلسوا فيه اكثر من 12 عام. دونك انا كنتسائل هذا الملعب باذن الله اللي غيجيو خوتنا يلعبوا فيه كيفاش غادي يكون من هنا. خصهم بالمناسبه يتسلم على الاقل واحد شهرين ولا 3 شهور قبل من كاس افريقيا. شوف معايا، كان هذا التصريح حول أحد الأشقاء المغاربة حول جاهزية هذا الملعب. سفيان قسومة، شفت الحالة التي هي عليها الملعب اليوم، وهناك تساؤلات هل سيستطيع هذا الملعب استقبال المنتخب الجزائري بداية بشهر ديسمبر من هذا العام؟ شوف، حنا كل حاجه شفنا من البعيد، شفنا لي جرو، ما شفناش واش صاير. هناك صور اخرى. ابراهيم تقدر تعطي لي الصور؟ خاطر ما نقدرش نتكلم، ما شفت الصور تاع الملعب، ما نقدرش يا اخي انت على بالك بلي كيكونوا دورات فيه دي فيزيت بيريوديك. نظن انا ما راحش يغامر هذا البلد، يقول لك يلعب في هذا في الرباط وهو ما عندوش ما راهوش واجد، ما عندوش المنشآت. نظن شيء هذا يعني لي روطاب دائما كانت حتى في الكاميرون، وحتى قبل في الغابون كانوا فيه مشاكل. لا كانوا كاينين في الكاميرون وفي الغابون غيابيليتاسيون تاع لي زافر عن الارضيه. مثلا في الغابون فريد كان قال لي في الكواليس انه 24 ساعه قبل المباراه جابوا ارضيه، لكن نتحدث اليوم عن ملعب هو في طور الانجاز. سفيان قسومه لا زال في تاع 15000 ما صغير. لا 21 18000 الى 21000 متفرج. هذا سمعت انا 22 21000 يعني كاباسيتي صغيره. واش رانا في جونفي بون ديسمبر. على كل حال الكونفدراليه دائما ترسل دي انسبكسيون، يعني مفتشيه باش يشوفوا تطور التنجيز وراه لاحق كيل بورسونتاج او لاحق. نظن هذا البلد عنده منشآت، هذا ما يخليه كاينين. ما كانش غير كاين ملعب اخر اللي لعبوا فيه الفريق الاول تاع المغرب. الرباط فيه ملعبين، لكن 4 ملاعب في مدينه الرباط، 2 منها غير جاهزه، لا زالت في طور الانجاز. نظن يكون واجد. فريد مطاوي، ما رايك؟ ما اسم الملعب يا عماد؟ مولاي الحسن. طيب، ملعب مولاهم الحسن، لأن لا مولى لنا سوى الله يا عماد. أكيد سبحانه وتعالى. طيب، ملعب مولاهم الحسن غير جاهز، وكدليل على عدم جاهزية هذا الملعب البلد برمته وبكل ملاعبه يعني أجل هذه الدورة لسنة كاملة. يعني ماذا تريد أن أقول لك أكثر من ذلك؟ لو كان المغرب جاهزا لكانت بطولة إفريقيا، يعني هذه الحصة اليوم تسجل وكأس إفريقيا مقامة في هذا البلد. ما دام أنهم أجلوا الدورة لسنة كاملة، هذا دليل على أن المغرب غير جاهز، وطالب بهذه السنة يعني الإضافية لكي يحاول مسابقة الزمن للوصول إلى تجهيز ملعب مولاهم الحسن وملاعب أخرى. لذلك لا نتفاجأ بهذه المعطيات. الأكيد أن الكاف وهي تغامر وتؤكد على ضرورة منح المغرب احتضان هذه الدورة هي التي سوف تتحمل المسؤولية. صور أمامنا فريد، هذا هو الملعب صور حديثة، ورشة مفتوحة على مصراعيها. هذه الصورة ملتقطة 29 جونفي 28 جونفي. ما تسامحني، لا هذه هي الصورة، ما كاش 28 جونفي التقطت 28 جونفي من هذا العام. لا سمح لي، مستحيل يكونوا حاضرين. سفيان، هذا الملعب
هو يضاهي الملاعب الجوارية الموجودة في هذه الجزائر في معظم أحيائنا، سواء هنا في العاصمة وفي المدن الكبرى. 22 ألف متفرج، ملعب بومرداس ملاعب ملعب جوارية. الرويبة ربما أكثر منه. ملعب الرويبة أكثر بكثير، لكن هذه من مسؤولية الكاف. تركت البلد الذي يتوفر على ملاعب عالمية وذهبت إلى بلد يحاول أن يتدارك الزمن ويسابق الزمن لكي يشيد ملاعب جوارية تحتضن نهائيات كأس إفريقيا. ملعب صغير 22 ألف سفيان. لا بوسيب عماد، لا بلاتفورم برك، لا هذا بصح اسمح لي لا كاف يعني ماشي غير هذا الملعب، ملاعب أخرى لازالت تطور الإنجاز. لا اللي يهمنا سامحني، لا هذا هو هذوما المنشآت اللي رايحين يلعبون مع ما مسؤولية الكونفدرالية ولا عماد. هذا السؤال يطرح لهيئة الكاف. الكاف أنا نظن الكاف مسؤول. كاف تلقت وعود بتسليم الملعب شهرين. لكن أنا أعود إلى السؤال الذي سبق يا عماد. عندما نتحدث عن المشاركة الجزائرية في الدورة القادمة ونقارنها بالدورتين السابقتين، أنا قلت لك في إحدى الحصص علينا باستخلاص الدروس. إذا وضعنا أمام بيتكوفيتش الظروف التي لعبنا فيها الدورتين السابقتين، يجب أن نضع أمام بيتكوفيتش في التقرير أنه في دورة الكاميرون كنا متحصلين على كأس العرب، ومعظم اللاعبين أو باقي كثير من اللاعبين كانوا منهكين بدنيا وخرجوا من كورونا. وفي الدورة التي تلتها الأخيرة كنا نعاني من عدم حماية المنتخب الوطني من جور التحكيم الإفريقي. إذا تعرض بيتكوفيتش لنفس الجور سوف لن يذهب بعيدا في الدورة القادمة، خصوصا ونحن نتحدث على دورة موجودة في بلد في حساسية يعني رفيعة المستوى بيننا. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن استخلاص الدروس ووضعها أمام الناخب الحالي يستطيع بيتكوفيتش بعد أن يطلع على ذلك التقرير وتلك التفاصيل أن يحضر الكتيبة وفق معطيات ما تم وضعه أمامه في الدورتين السابقتين. لذلك يا عباد، هذه الدورة أسقطنا كورونا وأسقطنا، يعني سوف نتحدث على النقطة في ورقة الطريق، لا أريد أن أحرق ورقة الطريق، على وليد صادي عضو المكتب التنفيذي للكاف أن يحمي المنتخب الوطني في الدورة القادمة لكي يستطيع بيتكوفيتش أن يتبارى ميدانيا مع خصومه وليس مع الحكام. لذلك أعود أيضا إلى تصريح مروان الشماخ عندما يقول لك أريد أن تقصى الجزائر لكي نتفادى ملاقاتها في الدورات المتقدمة. وليد الشماخ يدرك جيدا قيمة الدربيات. هو أنت قلت لناصر لماذا لم يتحدث على مصر وتونس وبقية الدول العربية الموجودة في الشمال؟ ليس بنفس الدربي، لا، هم دربيات سواء مع مصر أو تونس أو الجزائر، لكن مع الجزائر وشراسة هذا المنتخب الأمر سوف يكون أصعب من ملاقاة المغرب مع مصر وتونس. لذلك مروان الشماخ يدرك جيدا قيمة هذه المباراة التي تسقط فيها كل المعطيات الفنية والتقنية، لأن الدربي يكفر بهذا الجانب في هذه اللقاءات. يعطيك صحة فريد. أنا يعجبني فريد يجاوبك على 4 أسئلة في جواب واحد.